أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برودكاست مش مشهور مع محمد سامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في بودكاست مش مشهور بيرنت كوتش. مسمى كان بالنسبة لي مش غريب، لأن كوتش هنا زي لايف كوتش. يعني أنا بفكر معاكم طبعا في بداية البودكاست. بيرنت يعني أولياء أمور، يعني هل الشخص ده أولياء الأمور بيروحوا يستشيروه مثلا في حاجات عندهم ولا حاجة، فمش عارف. المهم أنا لما لقيت بيرنت كوتش مع الضيف اللي هيكون معانا النهاردة مكتوب على البيج بتاعته وكده، وبعدين دخلت طبعا دعبست شوية فلقيت ان في كلام مهم بيتقال، فقلت لا ما بدهاش بقى. طبعا انتوا عارفين عادة مش مشهور يروح رايح على طول مباشرة جايب الشخص على طول. وطبعا يعني على فكرة الناس المحترمين كتير جدا وكثر، لان انا ما قابلتش حد في بودكاست مش مشهور الموسم الاول رفض اي دعوة، وانا بشكرهم جدا جدا لان انا ممتن جدا ليهم، والحاجة التي بها قيمة اعتقد تنتشر يعني. فالمحترم محترم يا جماعة والصح صح. فانا ممتن لكل شخص جالنا في مش مشهور لحد النهاردة في الموسم الاول الصوتي. رجاء دعمونا بلايك وشير، لان ده والله كله في الخير وبينقل القيم. ولو انت اتعلمت حاجة توكل على الله يا عم، ارزعني لايك متين مفيش مشاكل، اشتراك مفيش مشكلة، لان لايك كتيرة تمنع بلاوي كتير. النهاردة معانا الأستاذة بريهان صالح. بريهان صالح هي احسن ناس بقى تشرح لنا ايه معنى بيرنت كوتش ويعني ايه الحته دي. وتفضلي يا فندم لك المايك. طيب في البدايه شكرا استاذ محمد طبعا لاستضافه حضرتك لينا، واكيد ان شاء الله تبقى فرصه يعني ان احنا نعرف الناس على المجال الجديد بتاع البارنتنج. بيرنت كوتش هي بارنتنج كوتشنج. الناس بصي، اصل في ناس عندنا في بيسمعوا البودكاست ناس كويسين طبعا وكل حاجه، بس يعني ايه بيحبوا النقد شويه. فانا لو انا قلت غلط انت غلط، لا سيبنا الموضوع كله وكلمنا عن الحته دي. لا البارنتنج اللي هو المفهوم التربيه ذات نفسها. المدرب تربيه بيعمل ايه زي ما حضرتك قلت، يعني هو المفروض انه بياخد البيرنت في رحله من الوعي الاول، ان هو يساعدهم انهم يتوصلوا للكونكشن الافضل او حالة من التواصل الافضل مع اولادهم وتحسين علاقتهم بنفسهم. طبعا ده علشان يحصل لازم في الاول يبقى البيرنت ذات نفسهم واعيين بنفسهم، فاهمين نفسهم، فاهمين هم بيتصرفوا التصرفات دي ليه، وده مهم قوي. بعد ما البيرنت بيفهم نفسه، بيفهم هو متأثر بإيه من تربيته ومن الظروف الخارجية ليه، بيبدأ يبقى على استعداد أحسن إن هو ما يكررش الغلطات دي مع أولاده. فبالتالي بيبقى عنده استعداد إن هو يحسن من نفسه، يطور من نفسه، يبدأ يسمع. وفي الآخر فعلا يعني بكل الناس اللي احنا تعاملنا معاهم واحنا شخصيا واحنا بندرس البارنتنج كوتشنج بتلاقي ليه تأثير فعلا، بتلاقي نتائج موجودة يعني. طبعا. يعني انت دلوقتي حضرتك بتقولي ان البيرنت يبقى محتاج انه يبقى واعي جدا بذاته ومدرك جدا هو بيعمل ايه وبيربي ليه اصلا. يعني احنا ليه اصلا ربنا رزقنا باولاد واحنا بنربي ليه؟ هي دي الفكرة صح؟ بالظبط، يبقى فاهم ده ويبقى فاهم نفسه كمان. بس انا مش مقتنع تماما ان في حد عاقل مربي فاضل يعني يضر ابنه يعني او يربيه غلط، ومفيش حد عايز يربي غلط. بالظبط. طيب ايه بقى وجهة نظرك يعني؟ طب انا هجيلك ليه مادام بربي صح؟ طيب خلينا بس نتفق على حاجة، انه اللي حضرتك بتقوله ده اول جزء فيه هو صح بنسبة 100%، انه مفيش حد هيبقى قاصد ان هو يضر ابنه، وانه كل التصرفات حتى لو كانت مش موفقة والردود غير موفقة من الاهل ده بيبقى بداعي الحب، وده اقصى حاجة هم متخيلين ان هم كده بيفيدوا ولادهم بيها. لكن خلينا بقى نوضح النقطة دي، ده مش معناه انه صح. يعني مش معنى ان انا بحب ابني وعايز منه احسن حاجة يبقى معناه ان اللي انا بقوله او اللي انا بتصرف معاه ده صح. زي ما كنت بقول لحضرتك انه فكرة البارنتنج كوتشنج هو علم، وعلم كبير،
علم مبني على ثيوريز ونظريات وتجارب اتعملت على أطفال وكلام من الخمسينات وما قبل. فبالتالي لو أنا مش عندي العلم ده زي أي حاجة في الدنيا، طبيعي إن أنا ممكن أخطئ فيه. أنا تعود على مين؟ المربي ولا حضرتك ككوتش؟ لا، أنا المربي. لو أنا مش عارف إنه اللي أنا بقوله دلوقتي ده مثلا بيهدم ثقة ابني، يبقى أنا طبيعي إن أنا ممكن يطلع مني كلام حتى لو هو بحبه علشان أنا خايف عليه ويا ابني أنا عايزك أحسن حاجة لا، ممكن أهدم ثقة ابني. طب ولا قبلنا يعني ما كانش عندهم العلم ده؟ بالظبط. طب ماشي، ما هم ما طلعوش ناس وحشة يعني بسم الله ما شاء الله حضرتك. الناس اللي احنا نعرف، كل الناس اللي استضفناهم ناس أكيد نتاج تربية فاضلة. تمام. طب جابوا العلم ده منين بقى؟ طيب خلينا نقول حاجة أستاذ محمد، لأن النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي دلوقتي بقى مهمة جدا، لأن ده كونسبت أصلا عند الأهالي. إيه يعني إيه هتعلم أربي ابني؟ ما احنا كلنا تربينا، هربيه زي ما أنا تربيت خلاص. طيب الأول في فرق ما بين ان حضرتك بتقول احنا طلعنا نماذج ناجحة في المجتمع وكويسين وهل احنا اسوياء بنسبة، مش هقول 100% لانه ممكن يبقى مفيش حد سوي بنسبة 100%، لكن هل احنا اسوياء؟ حضرتك ممكن تبقى شخص ناجح في شغلك الى حد كبير، لكن ما بينك وما بين نفسك، قبل بقى ما اتكلم حتى عن علاقة حضرتك بأولادك، ما بينك وما بين نفسك في حاجات كتير انت مش راضي عنها في شخصيتك. فبالتالي مش معنى ان انا اتربيت وبقيت شخص ماسك منصب كبير او حاجة يبقى ده معناه ان انا كده التربية بتاعتي سليمة. وهدي لحضرتك مثلا بعض الامثلة. يعني النهاردة انا خليني اقول كدكتورة جامعة في الاساس، ممكن يبقى دكتور في الجامعة وليه الطلبة بتوعه وبيتعامل معاهم وكل حاجة، وهو شخص ناجح وكله، بس تعاملاته حتى مع الطلبة بتاعته مش أحسن حاجة. في قصور في الأداء، في عدم ثقة في نفسه في الأساس، فبتطلع بشكل معين في سلوكياته مع الطلبة بتوعه. فالربط بقى ما بين إن احنا عشان اتربينا يبقى ده معناه إن احنا اتربينا صح وأسوياء، لا، هنا دي فيها خلل شوية. حضرتك بتكلميني في قصة لن أعيش في جلباب أبي، يعني إيه؟ مش بالمشهد بتاع المسلسل ان انا رابط كإنسان مربي بشغلي. مثلا انا مثلا الدكتور الجامعة الفلاني، فانا ممشي بيتي بنفس الكونسبت مثلا بتاع الراجل المسيطر القوي الكذا، ما قدرتش اوصل او اتواصل بطريقة جيدة مع اطفالي او اولادي ومفكرهم الموظفين بتوعي. فاهماني؟ مثلا يعني احنا هنا بنعمل خلط ما بين التركيبة الناجحة اللي في شخصيتي من العمل، وما ببقاش هي نفس التركيبة اللي تكون ناجحة في التربية. فبحاول أحقق هذا النجاح في تربيتي، على الرغم من ان النجاح بتاع العمل ده نجاح لشق العمل مش للتربية نفسها. أكيد. عشان كده بيبقى فيه هنا قصور. انا كده فاهم ولا مش فاهم؟ يعني طبعا اللي حضرتك بتقوله ده مظبوط. لو مش فاهم عدم الربط، لا يعني ما حدش فاهم حاجة لا طبعا العفو. لا يعني الجانب اللي حضرتك بتقوله ده صحيح بنسبة كبيرة. هو عدم الخلط ما بين ان انا مثلا مش عشان بتعامل مع الطلاب بتوعي بطريقة معينة يبقى بضرورة الحال لازم اتعامل مع اولادي كده. ده شق ممكن نتكلم فيه، لكن هو اللي انا اقصده كان هو رد على حضرتك اللي هو ما احنا تربينا وطلعنا كويسين. طب ما تديني مثال مثلا لخطأ شائع بيحدث لو حد ما احنا يعني اشتغل بطريقة ما احنا تربينا دي. طيب. جالك مثلا في استشارة او حاجة. طيب عشان الناس بتحب الامثلة، عارفة؟ حلو جدا. خليني اقول لحضرتك على حاجة مثلا شائعة جدا. فكرة انه احنا مثلا لما كان حضرتك تبقى وانت صغير كده، ارجع معايا كده بالماضي، يعني مضغوط وعندك امتحانات وعندك حاجات كتير مطلوبة منك ومش عارف ايه، فرايح بتفضفض مثلا مع والدتك او حاجة، وانا تعبت وانا سقت وانا مطلوب مني كذا وكذا وكذا ومش عارف ايه وبتاع. فكان الرد علينا بيبقى ايه؟ هو انت بس اللي عندك امتحانات؟ هو انت اللي كده بس؟ هو ما انت كل اصحابك بيمتحنوا وكل اصحابك بيذاكروا وانت بس اللي كده؟ طيب حضرتك ركز كده معايا، الرد ده ريحك يعني؟ جاب لك حل؟ لا طبعا. عارف ده حضرتك بالظبط. انا بحب اقربه دايما للبيرنتس مثلا اللي بياخدوا معايا ورك شوب او حاجه، بقول لها ده عامل بالظبط زي ايه؟ زي لما انت مثلا تكلمي جوزك وتشتكي له وتبقي مضغوطه جدا في البيت والولاد، وانا تعبت والولاد وضغطهم
فيرد عليك يقولك هو انت بس اللي هو انت بس اللي بتربي؟ هو انت ده بس نفس اللي عملتي كده؟ بس يعني هي برضو حضرتك انت بتشتكي انا مش كل شويه تقعدوا تكلموني انا مشغول انا مطحون انتوا مش عارفين انا بشتغل قد ايه عشانكم وعشان اوفر لكم، فتلاقي مثلا مدام بترد على حضرتك تقولك هو انت بس اللي راجل وبتصرف على هو انت بس اللي بتعمل كده. فكلمه مثلا دي ملهاش اي لازمه، بالعكس هي بتحسس الطفل ان انا اهلي مش فاهميني، انتوا مش قادرين تحسوا باللي انا حاسس بيه، مش حاسين بيا. قيس بقى على كل ده حاجات كتير بقى. بس يعني معلش انا اسف ان انا لا بقول لا بس خالص يعني اللي انت حابه تتكلمي فيه ده محتاج دايما متخصص. فهل انا هستطيع كراجل فاقد الشيء في التخصص ده هاكسب التخصص ليا من خلال قاعده بقعدها مع حضرتك وانقلها لعيالي، ولا انا ما دام انا لمست الاسئله دي في اطفالي اروح مقصر على طول ورافع سماعه التليفون لبيرنت كوتش يتعامل مع الاطفال او يقعد معاهم جلسه واتنين، او انا او حضرتك تقعدي مع ولي الامر جلسه واتنين وكده؟ يعني انا مستحيل هنقل ده لعيالي. يعني انا ما دام انا الشخص والطبع يغلب التطبع ومعطيات الحياه عشان حد يقتنع بكلام حضرتك ده موضوع كبير جدا. اكيد تمام. فطبعا يعني احنا بنتكلم في حته انا شايف ان هي صعبه المنال شويه. طيب خلينا نقسم الموضوع كذا حاجه. اول حاجه سؤال حضرتك، هل انا دلوقتي ممكن اكتسب ده بقعده واحده؟ لا طبعا ده اكيد كتير. لا. بقى انت بقى حضرتك لا. يعني واحد معلش، ده احنا ما بنلتزمش بالرجيم. تمام. ده احنا لما بنشوف الشوكولاته اللي بنمنع نفسنا عنها بنروح داخلين فيها بص والله، وبعدين حتى بنقعد ايه عارف اصرف ما في الجيب ياتيك ما في. عندنا امثله كده محركانا في حياتنا وهي غلط طبعا. كويس جدا. بس يعني احنا مش الاشخاص دي، يعني مش احنا خالص. طيب. لا مش مقتنع. طيب خلينا بس نتفق على انا بقول لك راي الناس. طيب تمام. انا والله كمحمد مشهور مش مشهور يعني لا يعني ماشي مقتنع شويه بس. طيب الناس بتقول لا. طيب خلينا نتفق على حاجه. اوكي اتفضل. احنا عندنا اغلى من ولادنا؟ لا طبعا. حضرتك النهارده لو عايز تزرع زرعه في البيت بتاعك، زرعه او تربي حيوان اليف، حضرتك هتعمل ايه؟ هتقعد على النت وتدور الحيوان ده بياكل ايه واوفر له ايه، والزرعه دي عايزه زرعه ضوء ولا ده ظل، وبتتسقى كل قد ايه، وبتبدا حضرتك تجمع معلومات علشان تربي الكائن النبته او الحيوان الاليف ده احسن تربيه ليك. صح. طيب. صح. فهل مش من الادعى ان انا اتعلم واسال واستشير واقرا؟ مش لازم يبقى المعلومه ان انا كل شويه هروح احجز جلسه عند parenting coach. انا ممكن اقرا، لما حتى اسمع فيديوهات، اخد الكورسز الاونلاين. الوصول للمعلومه استاذ محمد بقى سهل قوي دلوقتي. فبالتالي انا دلوقتي لا الاهميه ان انا اعرف ده مهم لان انا بربي بني ادم، فده رقم 1. طيب رقم 2 بقى، هتيجي من جلسه واحده وزي ما حضرتك بتقول، ولا انا اسهل ان انا اخد الولاد واقعدهم مع حضرتك؟ ده كان السؤال التاني، ان هم اللي يبقى فيهم مشكله ويقعدوا معاكي. لا، هو اصلا الولاد ما ينفعش يقعدوا معايا، لان البارنتنج كوتش هو مخصص للبيرنتس. عندي شغل حضرتك مع اولياء الامور بالظبط، مش مع الاطفال. لان الاطفال مش هيفهموا اصلا الكلام ده، او هيفهموه من خلال ابوهم وامهم بطريقه اوقع ومباشره. صح كده؟ بالظبط كده. وهو الاهم، لان انا في الاخر، انا في نهايه الجلسه انا هروح بيتي، مين اللي هيتعامل مع الولاد؟ هو الاب والام. فبالتالي هم اللي لازم يتغيروا لو عايزين فعلا تغيير حقيقي لعلاقتهم بولادهم. يبقى هنلم كده الموضوع. اذا البارنتنج كوتش او بيرنت كوتش او ايا كان يعني من مسمى، ان هنا حضرتك كلايف كوتش بتقعدي مع، او ككوتش بتقعدي مع اولياء الامور عشان نعمل عملية ترتيب للافكار التربوية داخل اذهانهم بالطريقة اللي هم يشوفوها، وبشكل ما بنأثرش فيه او ما بنغيرش فيه من شخصية المربي ابدا، بل ان احنا ممكن نستخدم هذه الشخصية في تربية افضل. يعني احنا مش جايين نقول للراجل يتغير صح كده او غير معتقداتك، احنا هنستخدم نفس المعتقدات بتاعته ونبدأ نشتغل بيها بحيث ان تطلع بيئة احسن او كده. طيب ايه بقى؟ لا خالص بقى الجزئية دي بالذات. لا حضرتك، في معتقدات هتتغير وفي افكار لازم هتتغير، طبيعي ان انا هطلع بيها، لانه انا مش هعرف اعلى
واتطور من غير ما يبقى عندي حالة من الوعي. هدي حضرتك مثال، خلينا احنا عشان نقرب الموضوع للناس. في معتقد انه انا بعمل الحاجة الصح لانه لازم يبقى فيه حالة من الوعي علشان يحصل تغيير حقيقي. فالمعتقدات دي حاجات يعني مترسخة على مدار سنين في المعتقدات دي. زي ايه كده المعتقدات دي مثلا؟ طيب خلينا احنا بنقول عندنا في حاجة اسمها 3 musts كده احنا حاطينهم لنفسنا. رقم 1 مثلا فيهم انه انا لازم اعمل الصح علشان الاخرين يقولوا عليا ان انا بعمل الصح. خليني اقول لك مثال. انا مثلا كأم حاطه لنفسي انه انا لو ولادي مش احسن حاجه في الرياضه ومش احسن درجات في كل المواد وبيتي مش انضف حاجه يبقى انا كده ام فاشله. خلينا بس انا بس بحاول ابسط الدنيا علشان اوصل للناس يعني الموضوع. المصل الاولانيه ان انا لازم كل حاجه ابقى جنب بيرفكت جدا، فعشان كده انا والا ابقى ام فاشله بالظبط. طيب. وتبدا هي تجلد ذاتها في هذا الامر لما يحصل عكسها فيحصل توتر وكده. وطبيعي ان انا بعد ما هجلد نفسي انا هعمل انا هاجي على ولادي بقى. ليه؟ لانه انتوا السبب اللي خليتوا الناس تشمت فيا. اصل انا مش عارف اصل انا ده انا عملت لكم كل حاجه ايوه خلينا وعمتهم وليه وصلتونا لكده ومش عارف هو انا قصرت معاكم في أيوة. فهبدا اعمل هسترس على الولاد. طبيعه الحال. ليه؟ لان انا عايزاهم بيرفكت في كل حاجه، لان نجاحك ده مش نجاحك لوحدك، ده نجاحي معاك. من هنا بالتالي يخاف يحكي لها حاجه ويلجا الى حاجات غير شرعيه بره وهكذا. وارد طبعا جدا، هيدخلنا في قصه تانية طبعا. ده يعني المصل الاولانيه دي تودينا في 60 داهيه. دي ما انا بقول لحضرتك دي واحده من الحاجات لازم تتغير. طبعا ان انت ما انتش انسان كامل. انت مش انسان كامل. وفكره ان انت بتعمل عشان الناس تسقف لك، الناس تقول لك برافو ده انت كده ام هايل. فتيجي مثلا تلاقي حضرتك بعض الامهات، خليني ابسط لك مثلا. احنا قاعدين في النادي والتيشيرت بتاع الولد وقع عليه اي حاجه ايا كانت، فبقى ده وشفت واحنا دلوقتي واحنا نازلين والناس وتخرج بالمنظر ده وده مش عارف ليه. لان التيشيرت بتاعك ده مش بتاعك لوحدك، ده صورتي. انت لو ظهرت مبهدل قدام الناس يبقى انا ازاي سايبك كده؟ بصوا سايبه ابنها ازاي، عامل ازاي. انت فهمت حضرتك انا بتكلم فيه؟ هتخليني اقوم انكد القعده وانكد على الولد وابقى قاعده مش على بعضي لحسن الناس هتقول عليا، عشان الناس هتقول عليا ان انا مش مربيه ناجحه او فاضله او كده. الناس مشكلتك يعني انا باصه دايما بره مش باصه جوه. ايوه بالظبط. دي ماستر نمبر 1. دي نمبر 1. ماستر نمبر 2 ان انا علشان كويس يبقى لازم الناس تعاملني كويس. مين اللي قال كده؟ لا طبعا مش شرط. لا دي انا مقتنع بيها مش شرط. لا خليني اتكلم مع حضرتك. ندي لك مثال. انا مثلا في الشغل بتاعي فانا بعمل 1 2 3 4 ومش عارف فاول لما الاقي مثلا حد مش مقدر الشغل بتاعي او حد تاني خد بنفيتس اخرى او حاجه زي كده، انا لا ده انا عملت لكم كل حاجه، ده انا كنت بعمل كل حاجه. او في العلاقات الاسريه انا قدمت لهم وهم ما ردوليش. هو ربنا مش بيحاسبنا كده يعني. ربنا يقول ولا تذر وازره وزر اخرى يعني. يعني ربنا مش احنا هنحاسب نفسنا كده. دي ما هي بس يعني ايقاع مرضي بقى. وزر اخرى بس يعني في حته تانية في الذنب. انما احنا للاسف بنفترض من الاخر ان انت لازم تبقى كويس معايا. ماشي، ما هو الله عز وجل مش بيعملنا. قلت لك كده يعني لو بيعملنا كده كان زمانها دمرت الدنيا علينا يعني. ده ربنا رحيم بينا جدا يعني، فلازم نبقى رحماء بانفسنا يعني. والتمس لاخيك 70 عذرا. دي نمبر 2 اللي هي قلتيها تاني كده عشان ان انا طالما كويس يبقى لازم الناس يبقوا كويسين والا يستاهلوا العقاب. يستاهلوا بقى ان انا احاسبهم اعمل يعني. فيهم واعمل. فانا لو انا مثلا احنا في علاقه مع واحده صاحبتي وهي لما تعبت انا رحت لها المستشفى ومش عارف ولما انا تعبت دي ما سالتش عليا، لا يبقى احنا كده خلاص احنا ما احنا صحاب. ده دلوقتي بيعملوا في الشغل جمعيات على الكلام ده. 100 جنيه عشان عيد ميلاد مش عارف مين وتدفع 100%. طب افرض انا عايز ادي لصاحبي ده حاجه اغلى من كده، لا هو لازم تدفع زينا عشان ما يبانش. انت عارفه الحاجات دي. ده حتى في العلاقات دي يعني كاتبين كده لستة اعياد الميلادات ومكتوبه، تحس حتى ان البتاع اللي هم كارت المعايده مكتوبه الاسماء مسبقه يوم 15/1 كذا وكذا 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 وما تدفعيش اكتر. حلو بس يعني لو معموله بحب هتبقى احلى. ده حب ايه بس يعني ده ولا حب ولا ايه على راي ام كلثوم. حب ايه انت جاي تقول عليه؟ لا حب
حب ايه؟ ما فيش الكلام ده. اصل الحاجات اللي هي بتطلع بدون مشاعر صادقه ما بتوصلش بالزبط. اصلا بالزبط. يعني. بالزبط. عارفه بيعملوا ايه في الشغل بعد ما الليله دي تحصل في الشغل؟ 5-6 بقى اللي هم بيحبوا بعض بقى يتلموا بقى في كافيه بقى، يقعدوا يعملوا اكله حلوه، يبوظوا الرجيم والدايت وكده. طب ماست نمبر 3 انه الحياه لازم تبقى ايزي، ودي بقى احنا ما بنحسهاش بس هي في دماغنا. اللي هو ايه؟ خلينا ادي لك مثال من الواقع اللي احنا موجودين فيه والحياه الاقتصاديه والعبء النفسي اللي على الاهل. خلاص، لو حضرتك مش مهيأ نفسيا ان احنا في الدنيا، والدنيا هي دار عمل ودار ابتلاء، احنا مش في الجنة، فطبيعي اني هتعب. دي ماست لازم تبقى عند الاهل. فبالتالي انا مش كل ما هرجع من الشغل لازم انكد على المدام والاولاد علشان انا تعبان. وانا كأم مش لازم اصحى طول الليل والنهار بشتكي من مشاكل الولاد والتربية والشغل لان احنا في الحياة، والحياة طبيعي انها مش هتبقى سهلة. فكرة البيليف بتاعة الشكوى طول النهار من صعوبات الحياة ومن المشاكل وانه انا ليه مش لاقي وقت ان انا اتعامل مع ولادي كويس، او ان انا ليه ستريسد طول الوقت معاهم. ما هو علشان الدنيا، ما هو عشان الحياة، ما هو علشان انا بصحى الصبح بدري وبعمل وبنفضل طول اليوم نفرق. الحياة دي ليها حل عند حضرتك؟ يعني الوضع ده هيتحسن في يوم من الأيام وهتصحى ما بتعملش أي حاجة في حياتك إلا غير إن أنت قاعد بتلعب هو مع الولاد؟ هو ما فيهوش تغيير يعني، ده أمر ثابت ككونسبت. بس في ناس شكايين بصراحة مقرفين يعني. بالظبط. والقصة دي انتشرت كتير قوي، الشكوى. هو الوعي المجتمعي بقى عن طريق السوشيال ميديا هو اللي بيبدأ يحرك الناس في المنطقة دي يعني. هي الفكرة كده أعتقد يعني. وهو ده دورنا بقى أستاذ محمد، إن إحنا نوضح الحاجات دي. إنه أنت هتفضل تشتكي لغاية إمتى؟ أنت أصلا لازم تبقى حاطط في دماغك كده إنه الطبيعي بتاع الحياة إن هيكون فيها صعوبات. فمش مع كل حاجة أنا هحمل نفسي فوق طاقتي وهحمل ولادي هم كمان فوق طاقتهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صح، الكلام سليم. بالظبط. طب أسألك سؤال تاني بره الموضوع ممكن ولا إيه؟ اتفضل طبعا. إيه رأيك في اسم البودكاست بتاعنا ده؟ مش مشهور. مش مشهور. سؤال دايما أسأله لضيوفي على فكرة. لا، هو اسم اتراكتيف جدا لانه واقعي. احنا في يعني مش عايزه اقول للاسف، لكن خلينا نقول احنا في وضع حالي دلوقتي ارتبطت فيها كلمه المشهور باللي هو اللي الناس عارفاه، اللي عامل حاجه مفرقعه، اللي عامل ايوه بالظبط. انت مشهور لغايه انهي ليفل وعندك كام لايك ومش عارف ايه وبتاع الكلام ده. انا بصطدم ده بصراحه في البودكاست بتاعنا ان انت بتتشاف قد ايه. طب معلش انا مش هطلع معاك غير ما يبقى عندك فولورز كذا وكده يعني. ده بيحصل بصراحه بالظبط يعني. بقينا هو مش عيب بس ماشي يعني. بس خلينا بس نقول ان ده واقع دلوقتي حاصل. ايوه لكن هو في الحقيقه احنا ممكن نلاقي ناس هم مش مشهورين بالطريقه دي، لكن هم ناس ذو قيمة ومحتاجين ان احنا فعلا نسمع لهم، بيقولوا كلام مهم. وللأسف هم مش معروفين. مش انا كمان يعني، ده اساتذتي يعني. انا عايزه اقول لحضرتك ان هو اساتذتنا اللي احنا اتعلمنا منهم الكلام القيم جدا والمعروف، ممكن يكونوا مش واخدين نفس الشهرة بتاعت للأسف حد ممكن يكون بيقدم محتوى يعني. والله يعني لو الاسم عجبك قولوا لهم يعني دعمونا بقى بلايك وشير ويسمعونا اكتر يعني ربنا يبارك فيك. وشكرا اصلا لتلبية الدعوة الجميلة ديت. والله احنا بننهل من علم حضرتك ودي حاجة تشرفنا. العقاب اضرب ابني ولا ما اضربش ابني بصراحة يعني؟ طيب خلينا نقول بس حاجة مهمة جدا، ان يعني العقاب ده شيء اساسي في التربية. في ناس ساعات بتتخيل ان البوزيتيف ديسيبلين او التهذيب الايجابي او التربية الايجابية هو ان انا طول النهار قاعد عمالة طبطب على ابني ولا يا حبيبي ما تعملش كده تاني، طب مش عارف ايه. لا، الكلام ده مش صح يا جماعة، لانه من غير عقاب يبقى مفيش تربية، يبقى ده اسمه دلع وهيطلع شخصيات برضو غير سوية. لكن هو احنا بنستبدل كلمة العقاب بالعاقبة. يعني بنقول كده في فرق ما بين كلمة consequences و punishment. طيب ايه العاقبة دي؟ انه انا الطفل يبقى متربي عندي فاهم كويس قوي انه جزاء العمل ده هيبقى كذا، لو حصل كذا هيحصل مكانه كذا. دي نقطة مهمة جدا. لكن خلينا بقى نقول ايه الغلط اللي بيحصل فيها. رقم 1 ان الصورة دي بتبقى مش واضحة في البيت.
يعني ايه؟ يعني انا النهارده لو انا حالتي المزاجيه كأب او كأم الدنيا لطيفه، فحضرتك لما هتلاقي ولادك الاتنين بيخبطوا بيرزعوا في بعض في البيت وعمالين يخبطوا في الابواب ويعملوا، انت هتسيبهم خلاص. يبقى كده الطفل عارف ان ترزيع الابواب ده في البيت حاجه عادي، يعني ما فيهاش مشكله، ما بابا وماما ساكتين اهو. تيجي في مره تانية عشان حضرتك جاي من الشغل تعبان او مرهق او المدام مش في احسن حالاتها، فهتسمع الباب بيترزع، هتقوم تمسكهم ترزعهم هما الاتنين. يبقى رقم 1 هي القاعده عندي في البيت غالبا بتبقى مش واضحه. يبقى اول حاجه في الكونسيكونسز ان انا لازم في البيت يبقى معروف، مثلا احنا هنتفق انا عندي مراهق، طيب المراهق ده مش مره هزعق له لما يرجع الساعه 11 ومره هزعق له 12 ولمره لو رجع الساعه 1 هسيبه، احنا اخرنا في الرجوع مثلا الساعه كام. رقم 2 اللي انا بقول لحضرتك عليها هو عنصر الامان، ان الطفل يبقى عارف رد فعل بابا لغايه فين. كان استاذنا دكتور احمد الاعور بيقول لك انت لو في بلد غريبه وبتسوق فيها لاول مره ولقيت مثلا ان انت لما بتمشي عكس الاتجاه، فمره بياخدك غرامه، اوكي، بيدفعك فلوس، ومره تانية سابك تعدي، ومره ثالثه دخلك السجن في نفس البلد، انت هتعمل ايه؟ هتبقى عارف اللي هو انتوا ايه بقى الدنيا هنا ايه عامله ايه بقى. فهو الطفل بطبيعه الحال بيحب يجرب اهله، فلازم يبقى عارفها. دي رقم 2. طب رقم 3 الكونسيكونسز ده او الجزاء ده لازم يبقى من جنس العمل. يعني ايه؟ يعني انا النهارده مثلا ابني درجاته مش كويسه في المواد مثلا خلاص بتاعته، فانا شايف ان انت لا، لازم احنا متفقين ان انت الريبورت بتاعك لو جه وحش لازم هيبقى فيه حاجه. طيب احنا بندخل نعمل ايه بقى؟ طيب انت محروم من النزول وهات الموبايل والنت مقفول والمش لا ده غلط. انت فاهم حضرتك انا بتكلم في ايه؟ لا، لازم يبقى من جنس العمل. فبالتالي انا النهارده مثلا درجاتك مش كويسه، يبقى ده معناه ان انت محتاج كنت تذاكر وقت اطول من كده. يبقى احنا النهارده لو كان وقت مثلا الفري تايم بتاعك قد كذا، لا يبقى احنا محتاجين نقلل من الوقت ده علشان ترجع تذاكر وتتحسن الدرجات بتاعتك. فدي شروط للعقاب، ولازم ولادنا يبقوا فاهمينها، ولازم الزوجه تبقى فاهماها، ولازم الزوج يبقى فاهمها، ولازم يعني يبقى في مانجمنت كده للموضوع، وفي بيناليتيز ولائحه جزاءات تنزل بطريقه معينه كده، ولكن مش بالمفهوم الاداري. بس يبقى عارفين ان كل حاجه ليها حدودها، ودي عقابها كذا ودي عقابها كذا، وعشان الدنيا تبقى عارفه انا بعمل ايه بقى في البيت عندي. حلو. ايه انا يعني في حاجات بسيبها بصراحه ما بتكلمش فيها، وفي حاجات انا مصر ان انا دايما اعمل بانشمنت عليها، وليكن مثلا التعامل بالايدي في البيت كويس جدا. مثلا الحاجات كده زي ايه، الساعه بعد الساعه 10 بالليل انا ابني غاوي كوره، فانت عارفه عامل الشقه كلها ملعب كوره، فبيقعد يرزع بالكوره، فما بحبش اذي جيراني، فبحب ان انا ايه برضه اكون في الحته ديت مباشر شويه كده. فدايما انا ليا حاجات معينه مباشره حاطط فيها اساس. اما في حاجات تانية ممكن ابقى سايبها لان انا عارف انها تتغير بتغير الزمن. يعني هم دلوقتي مثلا تينز، بعد كده يبقوا ادلتس، ممكن يبقوا كيدز دلوقتي وكذا، وبعدين اتغيرت الحاجات دي بعد كده قدام لما بقى عندي طفله صغيره اصغر منهم بمراحل بقى. وليكن مثلا انا عندي اكبر طفل دلوقتي مثلا في ثالثه اعدادي، واللي تحتيه في ثانيه اعدادي او اولى اعدادي، تمام. الصغيره بقى لسه في كي جي 2. فهنا التربيه اختلفت، الرؤيه اختلفت طبعا. وهم ولدين وبنت، فطبعا هنا الامر حصل له. فيعني يمكن انا ده اللي انا ماشي بيه. مش عارف بقى هل ده قريب من اللي انت شرحتيه ولا ده نمط تاني او فكرة طبعا تانية؟ ده قريب، بس خليني اقول لحضرتك مثلا على حاجة نقطة حضرتك قلتها. لو احنا هنفترض مثلا انه بلاش لعب مثلا بعد الساعة 10 عشان الجيران، اوكي، فابن حضرتك اللي انت بتقوله بلاش لعب كورة الساعة 10 عشان الجيران، لو لقى اخته مثلا بتجري وبتهبط بعد الساعة 10 هيبقى بالنسبة له اذا الرول دي ما هياش ثابتة على كل. يبقى حتى هو اذا لم يعبر ولو ما قالش لحضرتك اشمعنى فلانه مثلا انت سايبها بتجري ما عماله تهبد ايه او بتوقع حاجات على الارض او هو هيبقى من جواه حاسس انه اشمعنى. طيب فهنا ليه اللي اتغير؟ مين اللي اتغير؟ هو ان حضرتك بدأت تسمح بحاجات ممكن كنت تبقى مش مثلا سامح بيها زمان. فكرك اتغير شويه لان احنا بنتغير في السن مع اولادنا بطبيعه الحال. بس في حاجات بقى بتبقى محتاجة مننا ايه شوية مجهود في التوضيح. مثلا انه مثلا انت اختك انا سايبها لان هي مثلا ما بتعملش نفس معدل الصوت بتاع الهبدة بتاعت الكورة مش عارف ايه، انما لو دي حاجة مثلا بتضايقكم يبقى خلاص يا فلانة احنا هنتفق كلنا زيك زي اخواتك من بعد الساعة 10 مفيش لعب او بتاع. مش هتاخد مني انا كبيرنت حاجة بدل ما اسيب حاجة صغيرة قوي زي دي
تفضل تكبر في عقل ابني مثلا. والتوضيح هنا مرتبط بالتطور الزمني للأطفال، يعني 4 سنين هيفهم زي 12 سنة. لو احنا عودناه وتعاملنا معاه اصغر من 4 سنين هيفهم ايه اللي مقبول وايه اللي مش مقبول. انا بقول لحضرتك كمان اصغر من 4 سنين لما احنا نبدا نتكلم معاهم انه حتى مثلا هم طبعا حاجه زي دي حضرتك مثال الساعه 10 دي ممكن تبقى 3 سنين و4 سنين مش فاهمه اللي هو لغايه ايه يعني، بس انا ممكن اعلمها انه بصي لما الساعه هتيجي عند كذا حتى لو هي لسه مش عارفه التايمينج يبقى اشاور لها واعمل لها علامه خلاص بقى مفهوم. احط لها دبدوب صغير عند الساعه بالظبط اي علامه صغيره خلاص. بنعمل ايه بقى؟ فكره الاستمراريه. هي ممكن تنسى طبيعي دي طفلة، وابن حضرتك الكبير ممكن ينسى. الاستمرارية انه خلاص الساعة بقت 10 الساعة بقت اولها مرة 2 3 بقت خلاص ده طريقة في البيت. لان الطفل بطبيعة الحال بينسى وفي نفس الوقت بيحب يجرب بابا وماما، يعني هم لسه برضو على الموضوع ولا خلاص. التغافل في التربية إلى أي مدى يؤثر هذا الأمر من مهارة أو من كده في علاقة أولياء الأمور بأبنائهم وهكذا؟ يعني فن التغافل هنا لحد إمتى؟ كم في المية يعني؟ حلو قوي. كم في المية؟ هو على حسب حاجات كتير، على حسب أولا الخطأ ذات نفسه. يعني مثلا لو أنا عندي مراهق، خلاص المراهق بطبيعة الحال هو في حالة نفسية وفسيولوجية وكيميائية في المخ فيها كمية تداخلات عاطفية ونفسية جامدة جدا، فهيحصل منه نوع من الرفض للأوامر، نوع من التمرد علينا، عصبية غير مبررة، مود سوينجز، شوية كويس شوية مش كويس، بدأ يميل لأصحابه أو هكذا. طيب أنا لو علقت على كل حاجة من دي يبقى تقريبا هبقى طول اليوم بدي تعليمات أو بقول لا 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 لا، فهنا لازم هيحصل جزء من التغافل. حضرتك هتبقى مركز على حاجة معينة، ايه الأساس عندك؟ يعني لو احنا اعتبرنا ان ايه هي البريوريتي بتاعتك دلوقتي، ان انا مثلا ما يمشيش مع أصدقاء سوء، الصلاة، ان الحفاظ على الصلاة، ان هو يبقى محترم معايا أنا وأمه، يبقى دي ثوابت أنا مش هتغافل عنها. بس في المقابل ممكن أتغافل شوية ان هو مثلا ده انت قاعد في أوضتك طول النهار ماسك الموبايل مش عارفة لا، هنا هتغافل شويه لان هو محتاج جزء من البرايفسي. مش يعني كل ما انا كولي امر اقول لا كتير اعرف ان انا محتاج سيكه تغافل طبعا. يعني كلمه لا دي العلامه اللي فيها اعمل بيها بالانس او فيها توازن في علاقتي طبعا مع التغافل في التربيه. كتر لا احنا بنقول ان هو هيفقدها قيمتها. ما بابا كل حاجه بيقول عليها لا. كم في المية من الاستشارات اللي جات لحضرتك كانت ناجحه؟ يعني الناس عملت بيها بقى واشتغلت واقتنعت وبقوا يسوقوا لها كمان ويتكلموا عنها وكده؟ طيب لا بنسبة كبيرة جدا، بس خليني اقول لحضرتك على حاجة. التغير يبدأ من الكلاينت، لو الكلاينت عايز يتغير، ودي نقطة مهمة جدا، ان الكوتش مش مسؤول عن تغير الكلاينت. كم في المية مسؤولية الكلاينت وكم في المية مسؤولية الكوتش؟ وخلي بالك ده سؤال سألته لكل الناس كوتشز يعني كان معايا. الأساسي في التغيير الكلاينت، النسبة الأكبر. يعني كم في المية؟ 60 وممكن 60 وممكن تبقى أكتر كمان. مش 50-50 يعني؟ لا، مش التولز بتاعت الكوتش ممكن تخليه يعني يهتم بالأمر ده جلسة و2 و3 ويحتوي الفكرة وهيطلع من عندك يطبق أو ما يطبقش. بتاعت مين؟ بتاعته هو. بس الإقناع بقى، يعني زي ما حضرتك كده أقنعتيني بشوية حاجات، دي على الكوتش. ايوه، ما دي على الكوتش. انا هقول لك خلي بالك حضرتك من حاجه استاذ محمد، ودي مهمه جدا على فكره ان احنا نطبقها كلنا في حياتنا. في حاجه اسمها circles of control او دوائر التحكم. دوائر التحكم دي احنا بنشبهها كده ب3 دوائر. اوكي، اصغر واحده فيها هي دي دايره التحكم حضرتك، اللي هو الحاجات اللي انت فعلا تقدر تعملها، اللي هو انت تقدر تسيطر عليه، اللي هو انت هتعمل ايه، انا اللي هتغير. فانا هنا كل دايرة تحكمي في الكلاينت بتاعي هو ان انا اعرفه انه ده المفروض كان يتعمل كذا، طب انت كذا. بنعمل حالة الوعي. وانس ان هو امن عندي هيطبق اللي انا قلته او مش هيطبق اللي انا قلته، انتقلت الى دايرة التحكم بتاعه هو بيبقى فاهم كده يعني.
طبعا في يعني مش عارف، بس يعني انا شايف ان ممكن العلاقه دي تكون 50-50، دي من وجهه نظري يعني المتواضعه، واكيد الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه يعني خالص. ده انا شايف ان هو بيبقى برضو يعني الكوتش برضو، انا داخل مجال جديد يعني، انا كبيرنت بتعامل في حاجه جديده في مجال جديد، اعتقد ان انا ممكن مبقاش فاهم قوي عنه، فمحتاجين وعي اكتر. وعلى فكره طبعا. فكره اللايف كوتش او الكوتشز دي حاجه انا وجهه نظري ان هي جديده، وهي مطوره من مجال التنميه البشريه كشكل جديد منها، لان طبعا انتوا بتتعرضوا بصراحه لنقد شويه يعني، صح أكيد ولا اكيد. بس يعني بتتعاملوا مع النقد ده ازاي؟ مش نقد سيء يعني، بس كدك اهو كله كلام او مش عارف ايه، ده ناس كده عايزه فلوس وخلاص، عارفين بتتعاملي بقى مع الموضوع ده ازاي؟ خليني اقول لحضرتك على حاجه مهمه قوي. هرد عليك اول رد ان دي one of the musts، ان انا لو انا شخصيا حطيت في دماغي انه الناس هتقول عليا حاجه، انا هدخل من النهارده هقعد في بيتنا. انت فاهم قصدي؟ فانا النهارده الكوتشنج اثر فيا بقى انا كبريهان شخصيا، ان انا مش مركزه في ان الناس هتقول عليا ايه. اوكي، انا اللي ليا ان انا الكلاينتس بتوعي اللي هيطلعوا مني هو دولت اللي انا مسؤولة عنهم، فأنا مش مسؤولة عن إنه حد فعلا طلع فيك أو إنه حد قال أنا كوتش وهو طلع مش كوتش أو حاجة. طيب إحنا تعلمنا في مدرسة كبيرة في الكوتشنج اسمها انتلكت، اللي إحنا بنحاول نمشي عليه إن في ethics إحنا ماشيين عليها تبع ICF اللي هي International Coaching Federation، إنه أنا في طنطا وفلان في القاهرة وفلان في اسكندرية وفلان في الأردن، المجموعة حتى بتاعتي اللي إحنا كنا شغالين فيها، إحنا بنحاول كلنا إن إحنا نمشي تحت الإثكس دي، إنه وجودنا تحت الإثكس دي هو اللي حمينا، إنه يا جماعة خلوا بالكم إن إحنا ما ينفعش نعمل 1 2 3 4 كلنا، لأنه لو واحد غلط زي ما حضرتك بتقول بتعم إن أنتوا كلكم بقى أنتوا نصابين، ده حصل على فكرة في علم التنمية البشرية لما انتشر، يعني أنا عارف القصة دي شوية بالظبط. خلينا واقعيين، هو يعني ما في مشاكل وتجاوزات حصلت من دكاترة الأسنان مثلا أو من مدرسين أو من أطباء، هل ده يعني إن كل الناس كده؟ كل مجال فيه الوحش والحلو بس بالظبط. فإحنا يعني القصة دي أنا شوية لا تعنيني، أنا الأهم عندي وده اللي أنا بسعى له، هو زي ما حضرتك بتقول إن الناس مش فاهمة إيه هو الكوتش، إيه هو البارنتنج. جلسة الكوتشنج دي هما بيتخيلوا إن هي جلسة استشارة، أنا ابني بيعمل 1 2 3 4 اعمل معاه ايه. هي مش جلسه استشاره على فكره خالص. انا ما ينفعش اقول لك يعني انا في الكوتشنج ما ينفعش اقول لحضرتك اعمل 1 2 3 4، انا مش مكاني اصلا ان انا ادي لك حلول، بالعكس انا لازم اساعد حضرتك تطلع الحل من عندك عشان انا ابقى مؤمن بيه ويبقى في دايره تاثيري، صح كده؟ بالظبط كده. وعلشان حضرتك تقدر تعمله، لان انا سهل قوي اجي اقول لحضرتك لا انت الشغلانه دي لا مأثره على اولادك فانت سيبيها، طب انا اروح في البيت وابدا افكر في الكلام الاقي ان الكلام ده مش ما ينفعش معايا، الطريقه دي انا مش هعرف اقول كده لجوزي، انا مش هعرف اقول كده لاولادي، انا يبقى اذا الحل ده مش ابليكابل، ما ينفعش اطبقه. فعلشان كده احنا بنقول ان جلسه الكوتشنج هي مش جلسه استشاريه يلا قولي لي 1 2 3 4 اربي ولادي ازاي، ما ينفعش. تمام. ويعني كمان يعني بدعم صوتي لصوت حضرتك، كنت قريت كتاب لمستر ستيفن كوفي اسمه 7 هابتس، العادات السبعه للانسان الناجح، فكان في عاده اللي هي دوائر التاثير فعلا ولا تاثير، ان الانسان لو اثرت في المحكوم هتقدر تنجح، ان انت لو انت بقى حاولت تفكر انك تغير اللا محكوم عمرك ما هتنجح، لانه هيوسع منك جدا يعني. ايه اصعب حالات مرت كاستشارات يعني اللي حضرتك كانت تحدي بالنسبه لك، ان انت انا يعني كان عندك تحدي كده من جوه ان انا لازم احاول اغير الكيس ده، وكان التحدي هنا كده كان ناشئ من ناحيه ان الاطفال هنا هينضروا بجد يعني، ايه اصعب حاجه؟ أصعب حاجة هو طبعا كل كيس بتبقى ليها صعوبتها وليها تأثيرها. في أم كانت كل اللي في دماغها إنه أنا عملت كل حاجة والمشكلة عند الولاد، وأنا مش غلطانة، ليس في الإمكان أفضل مما كان، ليس في الإمكان أفضل مما كان. فاهم اللي هو الكونسبت ده اللي هو يعني ايه، انا اللي هو انا اصلا انا عملت كان ولادها سنهم كام سنة؟ يعني 11 سنة و9 سنين. يعني ما هم متسابين معاكي 9-10 سنين، مفروض يعني في البيئة عندك هم اكتسبوا ده منين؟ لا يعني هي ما هو بص حضرتك أستاذ محمد، الاعتراف بالغلط ثقافة احنا محتاجين نحطها برضو. صح. يعني حضرتك ان انت في الحياة عامة مش بس مع تربية الولاد مش سهل انك تلاقي حد بيعترف انه انا كنت غلط في ده، وبعدين بقى ايه، انا مش بس انا كنت غلط، لا انا كنت غلط وانا السبب في ده.
لا مش بالسهوله دي. صح. فبتبقى محتاجه وعي ان انت، وانا ما ينفعش ان انا انتقد العميل. بالمناسبه دي من احنا عندنا بيلرز كده، عواميد اساسيه. ما ينفعش احكم على الكلاينت بتاعي، ما تنفعش تحس ان انا شايفاها بالنظره انه لا انتي السبب، ما ينفعش تشوفها حتى في عيني. يعني هي مش جايه لي علشان let her feel guilty يعني، لا خالص. فبالتالي انا لازم من خلال اسئلتي واجاباتها تبتدي هي تقتنع بانه انا فعلا كان في شورتج من ناحيتي. انتوا ككوتشز بتفتشوا في الماضي مع البيشنز او الحالات او الكلاينت حسب المسميات اللي انتوا بتحبوا تسموها، يعني انتوا بتفتشوا في الماضي يا ترى كان في مشاكل بالماضي، ولا انت ككوتش بتبدا من اول ما بيجيلك لحد قدام؟ بالظبط. انا ككوتش من اول النهارده، لان انا زي ما قلت لحضرتك احنا العميل بتاعي احنا بنقوله عميل مش بيشنت، مش مريض. فانا لا افتش عن الماضي الا اذا الكلاينت هو اللي تطرق للماضي، هو اتكلم فيها كده. بالظبط. بس برضو مش بتبني بيها وجهة نظر. هتساعدني انا ككوتش ان انا هفهم انه ده كان جذور المشكله. اوكي. مش هسعى ان انا اغوط فيها قوي، تمام. لكن لو هي ظهرت معايا بالصدفه انا من حقي ان انا اسال طب انت شايف انه الماضي ده اثر عليك ازاي دلوقتي؟ في اي حاجه ممكن تضيفها لنا في حوارنا الشيق ده؟ والله هو يعني انا مبدئيا انا اللي استمتعت بالحوار الحقيقه. بس انا كل اللي انا نفسي فيه فعلا انه الناس تنتبه ان احنا بجد بجد بنربي بشر، وتربيه انسان كائن معقد، اكثر الكائنات تعقيدا في مشاعر وافكار واحاسيس وكفايه كبر. انا بحس ان احنا عندنا كبر، لا انا كويس، لا انا مش محتاجه اتعلم، انا عارف كل حاجه. في حين انه احنا بنسبه كبيره لا احنا مش كويسين، ومحتاجين ان احنا نتطور عقليا لينا احنا اصلا عشان نفيد نفسنا وعشان نعيش حياه افضل. وبعديها لما احنا هنبقى افضل احنا اولادنا هتبقى افضل. وعايزين نتطور بلا تطور. يعني انا عايز اطور دخلي، اطور حياتي، واطور ثقافتي، وانا مش عايز اغير عقلي. بالظبط. دي مشكلتنا. بالظبط. عايزين حاجه تيجي لحد عندنا. احنا كاس العالم هيجي لنا لحد عندنا، ده مش احنا اللي هنروح لكاس العالم. لا دي مشكله أي ثقافه يعني. طبعا بذل اي مجهود لا يعني للاسف الشديد بقى خليني اقول هو مش اي مجهود، لا يعني هو الاهل تبقى عندها، يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، تيجي مثلا في الصيف تلاقي الاهل مهتمين قوي ان هم يعلموا اولادهم رسم وكمبيوتر بروجرامينج وموسيقى وينزل يلعب رياضه ومش عارف ايه وبتاع. حلو، انت عايز تطور منه، بس هل انت مدرك ان الطفل ده محتاج منك حاجات اهم 1000 مرة من اللي انت بتصرف فيها فلوس الحياة التانية دي؟ صح. هنا بقى الفكر ان انت تزرع في الناس يا جماعة الولاد محتاجين حاجات اهم من الانفاق عليهم. لا، ما انا بصرف عليه، ده انا بوديه، ده انا بدخله مدرسة كذا، ده انا بيلبسه كذا، ده بياكل كذا، ده بيعمل كذا. والله هم محتاجين مننا ما هو ابسط من ده بكتير. نظرة رضا، احترام بس في التعامل، يحسسوا ان انا واثقة فيه علشان هو ذات نفسه يثق في نفسه. احنا بنضم صوتي لصوتك طبعا، وبنقول يا رب بس بروجرام او بودكاست مش مشهور يأثر في الناس بالشكل ده. إن شاء الله. ويا جماعة برضو والله لو بنستفيد برضو دعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة، لان دي حاجات مهمة بالنسبة لنا حتى في الفترة يعني الاولانية وفي كل الفترات. احنا سعداء بيكي. انا اسعد. وانا هقول لك فكرة مش مشهور عشان ما اطولش عليكي، لان كنت المفروض اسالك سؤال بس الوقت خدنا يعني. احنا دايما وجهة نظرنا ان اي حد بيأثر في المجتمع لازم يأثر فيه ويتأثر بيه يعني. واي حد بيأثر فينا احنا شخصيا وبنفتكره دلوقتي على قعدتنا، على زي ما حضرتك ذكرتي اسم دكتور استاذ احمد الاعور. تمام. صح كده. وطبعا من خلال لقاءاتي باللايف كوتشز عرفت ان هو حد كويس يعني وكبير وجامد يعني. استاذنا كلنا طبعا. فاهو انسان كان بالنسبه لي مش مشهور، ولكن مشهور لكل اللايف كوتشز وكل الناس اللي بتقرب من المجال ده. فاي حد بيأثر في الناس بيبقى مشهور بالنسبه له، ولكن مش مشهور للناس كلها. فلفظ مش مشهور هو اسقاطا على كلمه مشهور بس بطريقه مختلفه يعني. برؤيه اخرى. thinking outside the box. صح كده. صح كده. شرفتيني ونورتيني، وقولي للناس باي باي.
ميرسي جدا لحضرتك، ونشوفكم ان شاء الله على الف خير، ودايما متفائلين، ودايما ان شاء الله باذن الله بنسعى للافضل لينا ولاولادنا ان شاء الله. شكرا يا فندم، وباي باي. مع السلامه. شكرا لكم، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. بودكاست مش مشهور مع محمد سامي.